أشكر جميع من ساهم في هذه القافلة في دعم القوات المسلحة، وأشكر كثير الشكر للمغترب يحيى علي سعيد الرداعي فما بذل به من جهد لأخوانه القوات المسلحة ودعم أخوانه عزلة بن الذولاني ناحية الطويلة محافظة المحويت. وهذه القافلة تعتبر أول قافلة من هذه العزلة، وإن شاء الله ستتبعها قوافل إذا لزم الحال، ودعما للقوات المسلحة والأمن وإغاثة لأبناء محافظة صعدة النازحين من جراء فتنة الحرب والمتمردين الحوثيين. وإن شاء الله سوف ننطلق إلى محور سفيان لتقديم هذه القافلة المتواضعة، ونحن على أتم الاستعداد إن شاء الله إن احنا نقدم قافلة تلو قافلة حتى يتم استئصال هذه الشجرة الخبيثة من الوطن. سخاء الدعم المادي والمعنوي الذي أبداه اليمنيون في شتى أرجاء الوطن خلال الأيام والأسابيع الماضية تواصل مسيرته هذه القافلة الشعبية التي جاءت ثمرة للتناغم والتنافس في حب اليمن بين أبنائه في الداخل وسفرائه في أرض الاغتراب. انطلاقا من الواجب الديني والوطني والإنساني تنطلق هذه القافلة التي سميت بقافلة الأخوة والتلاحم، والمقدمة من أبناء عزلة بن الذولاني مديرية الطويلة محافظة المحويت، وبرعاية كريمة من الوالد الحاج يحيى علي سعيد الرداعي وأخيه الشيخ علي بن علي سعيد الرداعي، الذين كان لهم الدعم الكبير لهذه القافلة. وهذا واجب كل مواطن يمني سواء في الداخل أو في الخارج، وكل إنسان بما يقدر عليه من المواطنين الذي ساهم، ونشكرهم جميعا. وهذا نقدمها للقوات المسلحة والأمن والنازحين من أبناء صعدة، ونحن مستعدين لإعطاء القوافل إذا طلب الأمر قافلة واثنتين وثلاث وأربع وإلى ما لا نهاية، وذلك دعم أبنائنا وأخواننا وقادتنا في القوات المسلحة والنازحين ومن أبناء صعدة. إذن مشاهد من الصمود يسطرها اليمنيون بالدماء في ميادين الشرف والفداء وبمختلف أشكال العطاء الذي لا ولن يعرف تراجعا أو انثناء.